احنا في حماد جبادي كنا في حيرة بعد استشهاد واغتيال الشهيد شكري بلعيد. اليوم البادرة نتاع في حماد جبادي احدثت املا كبيرا لدى الشعب التونسي. اللي لاحظته قبليك سيد عبد اللطيف المكي تحدث في بداية البرنامج عن شروط قدمها حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات للسيد حماد جبالي، وهذا غير صحيح بالمرة. حزب التكتل كما أكد ذلك الدكتور مصطفى بن جعفر يساند السيد حماد جبالي بدون قيد أو شرط، لأن هذه البادرة واضح معناها أملا كبيرا. مازال بربي كلمتين. وحزب التكتل عندما ناقش الموضوع عبر عن حرصه لتوفير كل الضمانات من اجل انجاح مبادره السيد حماد جبالي، ونحن ندفع الان مخول للحديث باسم حركه النهضه. حزب التكتل له قياداته تتحدث باسمه وتحدد موقفه، ونحن نضع المصلحه الوطنيه فوق المصلحه الحزبيه، وكل تحركاتنا في الساعات هذه القليله الماضيه تتجه نحو الدفع